السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. واليوم إن شاء الله عندي لكم اقتراحات لوجبة فطور رمضانية كاملة متكاملة. غادي نحضر معكم شوربة ديال الخضر رائعة كتجي لذيذة والقوام كريمي بدون كريمة. غادي نشوفوا كذلك طبق رئيسي وسلطات خضر رائعة. كذلك غادي نحضر معكم واحد التحلية اللي كتجي عاقدة ولذيذة لذيذة بزاف. وما نسيتش لكم العصير، عندي لكم عصير صحي سهل واقتصادي بدون فواكه ديتوكس لتنقية الجسم من الشوائب. ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو بالتحليه ديالنا، بما ان التحليه كتاخذ الوقت غنبداو بها هي الاولى. هنايا عندي حساب واحد 8 حبات هكاك ديال الفريز اللي مقطعين قطع. خديت واحد الخلاط الكهربائي وضعتهم، وضعت عليهم علبه ديال الفلون فلون بنكهه الفانيلا، وضعت معلقه ونص ديال السكر، وهنا عندي نصف لتر حليب درت نصف الكميه ديالو. هنا زدت واحد الملعقه ديال النشا او مايزينا. غادي نوضع كلشي في الخلاط الكهربائي وغادي نطحن مزيان حتى يطحن لي المكونات كامله مزيان، وهذاك الفريز كيتطحن مزيان. صافي غادي نوضع الخليط بالبعد في واحد الكاسرونه هكايا، وغادي نضيف عليه الكميه ديال الحليب اللي تبقات ليا، يعني في المجموع نصف لتر حليب. غنوضع الكل على النار وغنبقاو تحريك مستمر حتى كنوصلوا لدرجه الغليان. يعني ضروري تبقاو تحركوا هكايا باش ما تلصقش لكم هذيك الفلون او هذيك النشا في الجوانب ديال الكاسرون، ويعطينا هذاك المذاق ديال الحراق. ضروري تبقاو تحركوا حتى كيوصل لنا هكا الخليط درجه الغليان. من بعد كتحسبوا ليه هكا ما بين دقيقه حتى لجوج يغلى. صافي من بعد انا هنا كبيتهم في كويسه ديال التقديم وخليتهم غير فوق سطح العمل حتى كياخذوا درجه الحراره، يعني ما كديروش الثلاجه وهما سخانين. من بعد دزت هنايا نوجد الطبقه الثانيه اللي هي فريز قطعته قطع رقيقه بزاف. درت عليه هكايا حسب واحد 10 الحبات، درت عليه هكا معلقه ونص ديال السكر، يعني سكر اسمر او لا السكر سنيد العادي. صافي وكتخليوه هكايا فوق من النار، ما كتزيدوا عليه لا ماء لا حتى شي حاجه. كتخليه فوق من النار حتى كيتعلك لكم وكيولي بحال الكونفيتور. وهذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه، يعني ضروري تخليوه حتى ينشف. انا مباشره غادي نمشي نديرو في الكويسات، يعني فوق من هذاك الفلون اللي وجدنا اولا التحليه ديالنا. شفتوا معايا التحليه هنا راه صافي بدات كتشد في راسي، يعني كنحطوا هاد الطبقه الثانيه ما كتنزل لينا ما حتى شي حاجه، يعني بداو كيشد في راسهم. هنا في هذه الاثناء انا غنزيد هاد الطبقه صافي، كتدخلوه هكا كتغطيوه بواحد البابي فيلم وكتدخلوه للثلاجه. انا زدت عليه انايا وريقات ديال النعناع. كتدخلوه للثلاجه ديالكم وكتخليوه حتى يبرد على خاطرو، وكتقدموه في الوقيته ديال التقديم. صافي كانت هذه هي التحليه ديالي. غادي ندوزو مباشره باش نحضروا الشوربه الرائعه ديالنا والصحيه. بالنسبه لهاد الشوربه غنحتاجوا ليها شويه ديال البروكلي. هنايا حسب واحد 4 حبات صغيره. عندي واحد الحبه ديال البورو اولا البصله الخضاريه. انا ما كانش متوفر عندي البورو، استعملت غير البصله الخضاريه. وبالنسبه للخضار ما كاينش خضار كثيره، غنستعملوا حبه ديال الكورجيت، حبه ديال الجزر، وحبه صغيره ديال البطاطا، واحد الفص ديال الثوم، وواحد طريف صغيور ديال السمك اللي كتقدروا تعوضوه بالدجاج ولا اللي بغيتو. صافي انا خديت هنايا هكا واحد الطنجره، درت فيها شويه زيت الزيتون وزبيده وداك الفص ديال الثوم وديك البصله الخضاريه. بقيت كنديهم هكا ونجيبهم حتى كنشحرهم حتى كيبداو يطيحوا. من بعد قطعت هذوك الخضار اللي عندي اللي هي حبه ديال الجزر، حبه ديال الكورجيت، وحبه ديال البطيطه، وهذاك الطريف ديال السمك. كما قلت لكم كتقدروا تستغناو عليه ماشي ضروري. ضفت كذلك البروكلي وكنبقاو نشحروا كلشي مزيان باش ديك الزبيده وزيت الزيتون كينسجموا لنا مع هذوك الخضار وكيطلقوا لنا الطيبه ديالهم. هنا ضفت واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس وواحد شويه ديال الكرفس اللي سبق لي وقطعته. وهنايا غادي نضيف واحد 3 المعالق ديال الشوفان رقائق. آه هذا هو اللي كيخلي لنا لاصوب ديالنا اولا الصوبه ديالنا اولا الشوربه ديالنا تجينا عاقده وخاتره وكريميه. بالنسبه للتوابل انايا درت معلقه ديال الخرقوم بلدي، نص معلقه ديال الزنجبيل اولا السكينجبير، وواحد شويه ديال الابزار. صافي هذه هي المكونات. هنايا الصوبه ديالنا خليناها بعد ما طابت غنخليها على جنب تبرد وندوزو للطبق الرئيسي. هنايا عندي سمك. كديروا اي نوع سمك متوفر عندكم، كتقدروا ديروا سردين ميرلون، المهم السمك اللي متوفر عندكم، اولا كتقدروا تعوضوه بشي طبق اخر. المهم الاقتراح عندي اليوم هو السمك. ضفت ليه شويه زيت الزيتون، شويه ديال الابصار، يعني واحد القريصه، هنا شويه ديال الملح، شويه ديال الكمون. بالنسبه للسمك الابيض من الاحسن ما تكثروش ليه كثره التوابل، يبقى في الطيبه ديالو. ضفت ليه هنا واحد العويه ديال اليازير اللي جاف، حكيته هكا بين ايديا. عصير نص حامضه ما كاملش، وشويه ديال القزبر ومعدنوس. وهنايا ضفت الثوم بودره، كتقدروا تضيفوا الثوم طري. صافي انا خلطت المكونات كامله اللي عندي وخديت هكا واحد الصينيه ديال الفرن اولا مول ديال الفرن، ودهنته بشويه زيت الزيتون وسبت هذوك القطع ديال السمك اللي شرمله. صافي وكتدخلوهم الفرن، راه ما كياخذش وقت بزاف. هذا السمك كياخذ ما بين 10 حتى ربع ساعه، والفرن خصو يكون ساخن بطبيعه الحال.
هنا بالنسبة لهاد البريوات راني سبقت لي وحضرتهم معاكم، غنخلي لكم الفيديو ديالهم في صندوق الوصف. كدهنوهم غير هكا، هادو كانوا ديال الدجاج راني حضرتهم معاكم في التحضيرات المسبقة لرمضان. كدهنوهم بشوية ديال الزبدة وكتدخلوهم حتى هما الفرن حتى يتحمروا ويطيبوا. هنا بالنسبة للعصير، هاد العصير ساهل وصحي صحي صحي بزاف. كناخدو هكا واحد 2 الحبات ديال البرتقال وحبة ديال الحامض اولا الليمون الحامض وحبة ديال الخيار. كما شفتوا معايا انا حكيت غير القشرة الفوقانية ديال الحامض، وبالنسبة للحامضة يعني قطعتها دوائر وحيت ليها القشرة وحيت ليها دوك العظومة. ضروري كتأكدوا ان العظومة ما بقاوش. نقيت هكا واحد الطريف صغير على حساب واحد 2 سنتيم ديال الزنجبيل اللي هو شفتوا معايا حطيته في الاول. قطعت هذيك الخياره كذلك، وعصير ديال 2 برتقالات غادي نخليوه حتى الاخر عاد غادي نضيفوه. درت المكونات كامله ديالي في الكاس ديال الخليط الكهربائي، وغادي نضيف ليهم الماء تقريبا واحد لتر الا ربع، ولا المهم الكميه اللي بغيتو. يعني الا بغيتو كميه اكثر كتقدروا تضاعفوها. كتخلطوا مزيان، يعني كطحنوا مزيان هاد المكونات حتى كيطحنوا مزيان. من بعد كتاخذوا هكا واحد المصفات وكتكبوا فيها الخليط ديالكم وكتصفيو هذا العصير. ضروري كنصفيو حيت حنا مستعملين فيه الخيار ومستعملين فيه كذلك الزنجبيل. يعني بالنسبه اللي بغى يصفيه كما شفتوا معايا هنا راه ما كاينش فيه بزاف ديال الشوائب. صافي هنا ضفت ليه هذاك العصير ديال الليمون غير باش كينقص لينا داك الحموضه ديالو. هنا الا بغيتو تستعملوا السكر بطبيعه الحال كيبقى لكم اختيار. انا ما بغيتش نستعمل السكر باش يبقى العصير صحي ونستافدوا منه اكثر. وصافي هنايا بعد ما خرجت السمك ديالي من الفرن شوفوا معايا كيفاش كيجي رائع وفيه واحد اللذه رائعه، وكيبقى السمك في الطيبه ديالو. وبالنسبه لسلطه الخضار انا اكتفيت هكا بشويه ديال اللوبيا اللي سلقتها مع شويه الماء والملح، يعني لا داعي انني نطول لكم الفيديو. وصوتيتها هكا بشويه ديال الثومه وشويه ديال القزبر والمعدنوس. صافي كديوها تجيبوها وكتكون واجده. وبالنسبه للباربه كذلك انا سلقتها وحطيتها غير هكاك وفرشت لهم هكا يا سلطه. وصافي ها هي السلطه ديال الخضار ديالنا كتكون واجده. وبالنسبه للشوربه ديالنا كانت هي هذه. انا طحنتها. من بعد ما طحنتها داك الطريف ديال الحوت خليته حتى للاخر وفردته هكا كما شفتوا معايا في الزلافه هكا من الفوق. ومهم زينتها هكا بواحد 2 الحبيبات ديال الكامبا غريز. وكانت هذه هي الشوربه ديالنا. كتجي شوربه لذيذه لذيذه بزاف. جربوا انا متاكده غادي تعجبكم. وبالنسبه للعصير ديالنا اولا الديتوكس ديالنا لتنقيه الجسم من الشوائب كما سبق لي قلت لكم كيجي خفيف خفيف وما كيجيش حامض بزاف. انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. كما سبق لي وقلت لكم الا نتوما ما كتبغوش الحموضه بزاف اولا الوليدات خفتوهم ما يشربوهمش لكم، كتقدروا تضيفوا هنا واحد الحبه ديال التفاح اولا حبه ديال البنان، وكتضيفوا السكر بطبيعه الحال الا بغيتوا. المهم كل واحد وكيبقى ليه الاختيار. وكانوا هادو هما الاقتراحات ديالي لنهار اليوم اللي وجبه فطور صحيه كامله متكامله متنوعه، والاهم انها لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه للبريوات بعد ما تحمروا حتى هما وخرجناهم من الفرن انا قدمتهم على هذا الشكل. غنخلي لكم لو لين ديالهم في صندوق الوصف. وكذلك بالنسبه للتحليه كما سبق لي وقلت لكم تحليه اللي كتجي رائعه، كتجي لذيذه حتى هي، كتجي متماسكه وعاقده. كتجي بحال شكل يعني اليوغورت. كنتمنى الاقتراحات ديال اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم كيف العاده ما تبخلوش عليا بجيم. ولا كنتي كتشاهدي القناه ديالي اول مره ما تنسايش تضغطي على زر الاشتراك باش توصلي بكل جديد ووصفاتي. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. خليتكم في امان الله، مع السلامه.